الفيلم ديالنا كيبدا على الحدود الكولومبيه وكنشوفوا كاميو كبير داز من الحدود وغير الشيفور فات البلاص جبد تليفونه وقال باللي بقات ليه 2 دقائق ومنين وصل حل واحد الصندوق ديال الخشب وخرج منه البطل ديالنا كريس. ولكن داك الشيفور كان باغي يغدر به وكان متفق مع صاحبه باش يثبتوا كريس بسلاح كبير وياخذوا ليه كاع فلوسه اللي معاه وخا كريس راه خلصوا. ولكن كريس قال ليه هاد الهضره ما خداماش معايا المعلم ويعطيه. وملي دار عند الثاني جرحوا بالموس في كتفه وديك الساعه كريس جبد الفردي ودخل فيهم بالتفرشيخ وهرس لهم العظام وبكل هدوء هز ساكو وزاد في الطريق. من بعد كنشوفوا كريس واقف قدام واحد القبر ديال شي وحده وقال ليها وصل الوقت باش ننفذ الوعد ديالي. كندوزو من بعد لواحد البنت غنيه وبياسه سميتها إليسا، كانت راجعه من المدرسه وباباها فينيتسي غير شافها سولها كي داز نهارها وبقى كيضحك معاها شويه وقال ليها راه غايدير حفله وضروري تجي معاه. ولكن قبل ما تجاوبوا صونا صاحبها ونقص فينيتسي خطف التليفون وجاوبوا وبقى كيهدو وقال ليه اي حاجه غديرها في بنتي غنديرها ليك مدوبله. إليسا طلعت ليها القرده الراس وقالت ليه واش غتبقى ديما هكا؟ باين السيد كيخاف عليها اكثر من القياس. خلاتو إليسا وزادت في حالها. من بعد كنشوفوا واحد خونا غريب لابس ليغات جالس في واحد القهوه، الوقت كان متاخر والقهوه غتسد. مشات عنده السربايه اليكس وطلبات منه يمشي حيت غيسدو. خونا خنزر فيها دار فيها واحد الشوفه وسولها واش جربتي هاد الكيكه ديال اليوم؟ اليكس تخلعت من الشوفه ديالو وقالت ليه راه خاصها تسد دابا. ولكن هذا الراجل الغريب شدها وجلسها قدامه بزز وخرج ليها يده ديال الحديد وقال ليها خاصك تعلمي تكافئي راسك بشي كادو مره. خونا رومانسي بزاف، حل ديك اليد ديال الحديد باش نكتشفوا باللي مخبي تحتها موس وقطع طريف ديال الكيكه ووكلها لاليكس بزز في فمها وسولها شنو بان لي زوينه؟ اليكس طار ليها الفري الخلعه وقالت ليه الكيكه بنينه وزوينه. خونا هبيل كلا منها طريف وما عجبوش ودفلها. في هذه اللحظه وقفت الطوموبيل ديال البوليس قدام القهوه ونزلت منها بوليسيه. حسات باللي كان شي حاجه ماشي هي هذيك. نيشان جبدت الفردي على داك الراجل المرعب وسولت اليكس واش دار ليها شي حاجه. اليكس قالت ليها راه حط ليا موس في فمي. البوليسيه قالت ليه نوض تحرك من هنا وجرات عليه وقالت اليكس من بعد ما مشى باللي ما تقدر تقبض عليه حيت ما دار ليها والو. وكنكتشفوا من بعد باللي البوليسيه واليكس راه صحابات اصلا، ولكن غير ركبوا في الطوموبيل البوليس بان داك الراجل من وراهم وذبح البوليسيه وذبح حتى اليكس مشاو كفته. كنرجعوا عاوتاني لإليسا اللي جالسه دابا في واحد الطوموبيل كحله طيوطه مع 2 حراس. على غفله بان واحد متشرد في الضوء احمر كب الماء على الزاج ديال الطوموبيل وبدا كيمسح وملي ما بغاوش يعطيوها الفلوس هرس المرايه. واحد من الحراس طلع عليه الدم ونزل باش يسلخو. ولكن المفاجاه هي ان هذا المتشرد راه هو كريس. في الثانيه عطى العصا للحراس بجوج ومشى باش ياخذ إليسا ولكن لقاها هربات من الباب الثاني. ركب في الطوموبيل بالزربه وخلط عليها هزها ولحها في الكوفر ديال الطوموبيل وهرب بها قبل ما يخلطوا عليه الحراس. وملي رجعوا دوك 2 حراس عند فينيتسي سولهم كيف داير هذاك اللي خطفها. قالوا ليه ما شفناش وجهه. نزل عليهم بسلخه وخلى رجاله يكملوا عليهم العجينه ومشى عيط لواحد من رجاله في التليفون وقال ليه يزرع عليه العينين في كل بلاص باش يرجع بنته باي طريقه وحط مكافاه صحيحه ديال الفلوس. في نفس الوقت كان كريس غادي بإليسا في الطوموبيل وهي بقات كتغوط وتخبط في الكوفر. كريس طلع عليه الدم ونزل يحل عليها ولكن على غفله عطاتو دقه بالكريك اللي كان في الكوفر وهربات ليه. كريس بقى تابعها وكيقول ليها راه باغي غير يهضر معاها حتى طاحت قرب منها وقال ليها بغيت نوريك شي حاجه وجبد مجيبو تصويره ولاحها ليها في الارض وهي ميته بالخلعه منه. إليسا غير شدات التصويره شافت امها وقال ليها باللي هو كان صاحب امها شحال هادي وماماها هي اللي صفطاتو دابا باش ياخذها. إليسا تعصبات عليه وقالت ليه انت كذاب حيت ماما مات هذه 5 سنين. كريس قال ليها راني عارف ولكن امك قالت لي الا وقعت لي شي حاجه نجي ناخذك من عند فينيتسي. قالت ليه ايوا وعلاش تعطلتي هذا الشيء كامل؟ قال لها هذه قصه طويله ولكن خاصنا نرجعوا دابا للطوموبيل ومن بعد غنفهمك كلش. ولكن إليسا ما بغاش. كريس قال لها عندي حل ولاح ليها الفردي في الارض وقال لها ركبي مورايا وحتى الفردي على راسي الا غدرت بيك في شي لحظه قتليني. إليسا ضربت قرطاسه بالفردي باش تاكد واش عامر وعاد قررت تركب معاه وطلبت منه يرجعها لباها ولكن كريس ما بغاش. قالت ليه غنضرب عليك القرطاس الا ما نفتيش كلامي. قال لها ديري اللي بغيتي وضربات القرطاس ولكن لقات الفردي خاوي. قال لها يا بنت الكلب وخدا من عندها الفردي وكمل طريقه. من بعد شويه الطريق تقاضى ليسونس من الطوموبيل واضطر يمشيو لشي محطه. قبل ما ينزل كريس من الطوموبيل طلب من إليسا ما دير حتى شي حركه عيانه وقال لها راني حاضيك
ولكن غير مشى يعمر ليسونس إليسا نزلات بالزربه ومشات كتجري عند واحد الشمكاره كانوا واقفين تما وقالت لهم عتقوني هذا الراجل خاطفني. ومشات هي تعيط لباها من واحد التليفون في الزنقه. دوك الشباب بقاو كيهدوا في كريس وقالوا ليه يمشي في حاله من تما ولا غيسل خوه. كريس قال لهم والله ما مسالي ليكم ودخل معاه في مضاربه. وبصراحه كريس كان مقاتل واعر ناض دوز عليهم كاع داكشي اللي قرا في الشاولين ونعسهم كاملين في الارض ويلا سالا معاهم. باين ديال إليسا جاوبها بقات كتقول ليه عتقنا بابا، ولكن كريس خلط عليها وخطفها عاوتاني بالزربه ورجعها للطوموبيل. قال لها انا اللي غلط وربط لها يديها بجوج وهي بقات كتركل وتضرب فيه حتى غوت عليها وقال لها وبركه انا راه باك الحقيقي. قالت ليه انت كذاب، وعلى غفله بردات وقالت ليه انا فيا الجوع ملي كنتعصب كيجيني الجوع. كريس قال لها واقيلا انت مريضه لا، ولكن ما علينا نشوفوا نهايتنا معاك. ديما راه الطوموبيل وزاد من تما، ولكن ما كانش عارف باللي كاين شي حد حاضيه. في نفس الوقت فينيتسي قال يدو اليمنى نيك باش يدوبل المكافاه. نيك مشى لواحد القنت وعيط الراجل بويديده وقال ليه بلي بنت الزعيم تخطفات وسولو احنا دابا متعادلين ولا شنو. بويديده قال ليه ديك الساعه نيك تنفس السعداء وارتاح مع راسو. اما كريس بقى كيعاني مع إليسا باش تاكل دغيا ويزيدوا في حالهم من داك الريستو، ولكن هي ما بغات وقالت ليه انا كناكل على خاطري. وسولاتو الا كنتي بابا بصح في كنتي هذه السنين كامله. قال ليها باللي كان مشدود في الحبس هذه 15 عام. قالت ليه انت اكيد مجرم وعليها تشديتي. ايوا قول لي شنو سميت. قال ليها كريس وقال ليها باللي كتبه لماماها بزاف. إليسا ديك الساعه تفكرت ماماها وقالت ليه بلي توحشتها بزاف وقال ليها حتى انا، وقال ليها بلي شاك فينيتسي هو اللي قتلها. قالت ليه انت كذاب فينيتسي ما عمرو يدير هكا. ولكن قبل ما يجاوبها بان واحد خونا شاد فردي في يدو مع الرجال وبدا كيهدد في كريس وكيقول ليه زيد في حالك ولا غنقتلك. كريس قال ليه راه هذا ما فردي ما والو. غير داك الراجل هبط راسو باش يشوف. كريس هجم عليه وخطف عليه الفردي ودخل في مضاربه كحله مع الرجال الاخرين. الزعيم ديالهم استغل الفرصه وخطف إليسا وهرب. كريس غير شاف اختها طلع ليه الزعاف وحرفيا ريب عليهم المكان حتى نعسهم كاملين في الارض وخرج ديريكت يخلط على إليسا. ولكن الزعيم كان ديجا هرب بها في الطوموبيل وزاد في الجراير ديال الطوموبيل لكريس. كريس طرطق بالفقصه ورجع عند واحد من دوك الرجال اللي بقاو في المطعم وسولو فين داها، ومن اللي ما بغاش يجاوبوا كريس شد واحد الطفايه وبقى كيعطيه للراس حتى طير ليه الصف ديال السنان. ديك الساعه خونا قال له صافي غنقول لك وعطاه البلاصه اللي الزعيم غيديها ليها. من بعد شويه كنشوفوا عصابه دات إليسا لواحد المكان مشبوه وسلموها لمول المحل تما من بعد ما خداو منه الفلوس صحيحه. داك الراجل قال إليسا بلي فينيتسي عطاه مكافاه كبيره باش ترجع ليه وطلب منها دير عقلها وما ديرش المشاكل حتى يسلموها ليه. وعيط لفينيتسي باش ياكد ليه بلي راها حيه. وإليسا هضرات معاه وقال لها بلي غيجي ياخذها اليوم وما تخاف من والو. ولكن إليسا قالت ليه بغيت نسولك على شي حاجه، وسولاتو واش عنده شي علاقه بموت ماماها. فينيتسي سكت شويه وقال لها باللي ما عنده حتى شي علاقه وباللي كان كيبغي امها بزاف. فجأته قالت ليه راه كريس اللي كان خاطفني كيقول باللي هو البابا الحقيقي. ديك الساعه فينيتسي تصدم وهبط التليفون. في نفس الوقت بويديده وصل ديك البلاصه وبدا كيقتل في الحراس بلا رحمه. اي واحد جا قدامه كيصيفطو للقبر في ثانيه. مول المحل خبى إليسا ونزل باش يتفاهم معاه براسو. غير نزل قادك بويديده كيقطع في رجالو بحال الدجاج تقاد عليه القرطاس وبدا كيقتل في الناس غير بيديه. مول المحل شداتو الرعده ورجع لبيروه بالزربه باش ياخذ إليسا ويهرب. ولكن إليسا شدات واحد التمثال وعطاتو الراس صرعاتو وهزات الفردي ديالو باش تحمي راسها. نفس اللحظه بويديده كان كيتحف الناس في كل جهده، ما كاينش اللي يقدر يوقف قدامه. حرفيا المعلم كان يمرمدهم كي شي جفاف حتى وصل كريس وهجم عليه. كريس قدر يتفادى الضربات ديالو وعطاه بونيه لوجهه، ولكن بويديده ما تاثرش كاع. هجم على كريس وقال ليه دابا نوبتي وعطاه دقه بيدو ديال الحديد. طوا كريس من الاخر وهرس ليه الطبله، ولكن كريس قاوم وهجم عليه ثاني حتى بويديده ضربو وطيحو الارض وحط رجليه عليه وحط يدو ديال الحديد وجبد الموس وقال ليه انت شكون. ولكن إليسا غوتات وقالت ليه طلق منه، وفعلا طلق من كريس ومشى كيجري تبعها. كريس قال لها هربي، ولكن الراجل خلط عليها في السطح وحاصرها وكان صافي غيقتلها. على غفله كريس بان طار عليه وعنقو وطاحوا بجوج بيهم على السقف ديال شي طوموبيل، وتما بان مول المحل هاز سلاح كبير وبقى كيصرفق فيهم بالقرطاس. كريس وبويديده تخباو حتى سال ليه القرطاس. من بعد الراجل طلع عند مول المحل وذبحوه من عنقه بلا رحمه. كريس استغل الفرصه وهجم على بويديده، ولكن رجع صرفق كريس مزيان ولثاني مره كان غادي يقتلو.
حتى بانت إليسا على غفله وضربات بوديده بالطوموبيل طحناتو وهزات كريس وهربوا. من بعد إليسا سولات كريس شكون هذا الراجل، قال لها هذا الحيوان ما عرفت شكون، ومشى وداوى الجراح ديالو. إليسا تخاصمت معاه وقالت ليه باللي فينيتسي كان كيتعامل مع امها مزيان وما يمكنش يقتلها. كريس تعصب وقال لها باللي فينيتسي هو اللي دخلوا للحبس 15 عام وسرق امها منه، وملي لقاها تقلقات صالحها وعطاها الفلوس باش تشري حوايج جداد، وملي رجعات عاود لها كلش. قال لها باللي هو وفينيتسي وامها كانوا عصابه كتسرق البنكات وكانوا فريق واعر من الاخر، ومن اهم القواعد ديالهم انهم ما يأذيو وما يقتلوا حتى حد. واحد النهار امك جات عندي وقالت لي راه حامله بيك، وانا كنت ميت بالخلعه من المسؤوليه. قررنا ديك الساعه نحبسوا السرقه، ولكن خاصنا نديروا عمليه كبيره الاخيره باش نامنوا المستقبل. وفعلا كل شيء مشى حلاوه، ولكن من بعد العمليه فينيتسي غدر بيا وخلى الادله اللي وصلت البوليس حتى لباب الدار، وديك الساعه تحكم عليا ب 15 عام. وفي ذاك الوقت الراجل المخيف مشى باش ياخذ الطوموبيل من عند جوج مبوقين، وملي ما بغاوش عظموا الطوموبيل من ودنه هذا راه جاعل، وهز الفردي في وجه الثاني وخذ الطوموبيل بارده ومشى. اما كريس كان مازال جالس مع إليسا وسمعها كتغني مع شي فرقه بالزنقه، وقال لها بلي ديك الاغنيه هي المفضله عند امها، وزاد قال لها بلي السلسله اللي لابسه راه هو اللي شراها لامها حيت كانت قويه بحال الالماس، وعاود ليها بلي امها جات لعنده مره في الحبس وشكات ليه من المعيشه مع فينيتسي، وقالت ليه بلي غتهرب إليسا وخلاتو يوعدها بلي الا وقعت لها شي حاجه غياخذ إليسا ويحميها. من بعد 3 سيمانات من داك اللقاء وصلته اخبار بلي مات، وقال لها اكيد هادشي ماشي صدفه. وفي نفس الوقت فينيتسي وصل ديك البلاصه المشبوهه وشاف المجزره اللي وقعت تما، وملي مشى يراجع الكاميرات شاف داك الراجل المخيف، وقال الرجال ديالو بلي الموضوع كبر من داكشي اللي تخيلوا حيت الشيطان براسو تابعهم. اما كريس وإليسا كانوا كيقلبوا على شي طوموبيل محلوله ولقاو وحده بصح وكان وسط منها فردي. كريس قلب في الخارطه على اقرب طريق للمطار باش يدي إليسا لخالتها كارولين في ميريكان كيف ما وعد امها، ولكن إليسا تخاصمات معاه عاوتاني وقالت ليه باللي ما عنده حتى شي دليل باللي فينيتسي قتل امها، وزايدون راه غيسمح فيها ملي وصلها لخالتها. وفي الاخر ديال الهضره قالت ليه باللي حياتها كانت زوينه قبل ما يبان هو، ونزلات من الطوموبيل كتجري. في نفس الوقت جا مول الطوموبيل وقال ليه اش كدير تما، غير قرب ليهم. كريس نزل وهز الفردي في وجهه وقال ليه زيد بحالك دابا. إليسا استغلت الفرصه ورجعت للطوموبيل وديمارات وهربات بها. كريس حاول يوقفها ولكن هي زادت. على غفله بان الراجل المخيف وكان غيضرب كريس بالطوموبيل ديالو، ولكن زقلو وكمل طريقه تابع إليسا. إليسا من بعد شويه نزلات قدام الكيوسك وحاولت تعيط لفينيتسي عاوتاني، ولكن الراجل المخيف وصل ليها خافت وهربت منه بالزربه وبقات كتدق في البيبان، ولكن حتى حد ما حل ليها. تخبات مورا الطوموبيل وتسناتو وحاولت تضربه بحديده، ولكن هو شد الحديده وقف قدامها وسولها كافأتي راسك هاد السيمانه. إليسا استغربات، ولكن داك الراجل مد يدو بتفاحه. إليسا ما بغاش تاكل منها ولكن هو بزز عليها، خداتها من يدو وعضات عضه وحده ولحتها ليه في وجهه وطلعت كتجري. بقات كتجري حتى سمعت كريس كيعيط عليها، وبقات حتى هي كتعيط ليه حتى لقاها. على غفله بر الراجل المخيف ووقفوا بجوج كريس والمخيف وبداو كيتصارفوا بالقرطاس حتى وصل الراجل المخيف لإليسا وحط الفردي على راسها. كريس اضطر يلوح الفردي من يديه، المخيف طلب منه يقرب وينزل الارض ويديه مورا ظهره، وخدا إليسا وربطها في الطوموبيل وعاد ربط يدين كريس وبقى كيسلخ فيه وكيسولو انت شكون. كريس ما جاوبوش وكان صافي غيقتلو. ديك الساعه إليسا نطقات وقالت ليه راه هو بابا الحقيقي. الراجل المخيف استغرب وقال ليها زوين هاد الشيء، وعطى الكريس للراس وسخفو. ونهار الثاني فينيتسي مشى لساحه المدينه ولقى كريس مربوط من عنقه وواقف فوق جراره. فينيتسي خدا الفردي من عند نيك وقال لكريس باللي كان خاص يقتلو من هادي شحال، ولكن كريس جاوبو باللي راه محتاج ليه حيت بجوجهم باغيين يرجعوا إليسا. ديك الساعه فينيتسي قال ليه باللي هو باها اللي رباها وضرب الرويضه برجليه. كريس بقى كيتخنق قدامه، ولكن قبل ما يموت فينيتسي قال رجاله يهبطوه ويوقف كريس على رجليه. عطى لفينيتسي براس وقال ليه انت اللي قتلتيها يا الشماته. من بعد ركبوا بجوج في الطوموبيل، وفينيتسي قال لكريس بلي راه ما قتلش بنته، هو غير خداها حيت هذه هي الطبيعه ديال الشفاره، كل واحد كياخذ داكشي اللي بغا. من بعد فينيتسي جاتو مكالمه من عند الراجل المخيف بويديده، قال ليه غيتلاقى معاه في البلاصه اللي حاول يقتلو فيها، وطلب منه يشكر المساعد ديالو نيك حيت هو اللي عطاه الخبار ديال الخطيف. غير فينيتسي قطع المكالمه وهو يطرطق من الراس وقال رجالو خاين ويستاهل. من بعد طلب من الشيفور يديهم مصنع السيما القديم. كريس سول فينيتسي شكون هاد خونا، قال ليه باللي هو قاتل محترف كان كره في شي مهمه ولكن فات الحدود ديالو، وعرف ديك الساعه باللي راه مقطع الاوراق.
عطات اوامر الرجال ديالي يضربوه بالابره ديال البنج قويه وخليتهم ينقلوه لواحد البلاصه مع 15 الحارس ديالي، وحيت كنت باغي نقتلو بيدي طلبت منهم حتى واحد ما يقيسو، ولكن ملي وصلت لقيت كاع رجالي ميتين ويد وحده مقطوعه ومربوطه في المينور، وهو غبر وقال ليه باللي هو راه شيطان حيت ما كاينش شي بنادم غيدير هذا الشيء، واكيد خدا اليسا باش ينتقم مني، وقال لكريس انت هو السبب، كل ما خطفتيهاش كانت غتبقى في امان. وملي وصلوا للمصنع المهجور فينيتسي حل كريس وقال ليه راه ما معولش انك غتكون معايا وهذه غتكون مفاجاه ليه، دخل انت من اللور، ولكن ما بغاش يعطيه لا فردي لا والو، نزل هو ورجالو انتشروا في البلاص وكريس دخل بوحدو، وطول الوقت فينيتسي كان كيسمع صوت ديال الغوات المخنوق والمواس، كل ما يزيد يلقى واحد من رجاله مقتول، واخر واحد من رجاله تلاح مشنق قدامه، على غفله بان بويديدا من فينيتسي وحط ليه الموس على عنقه وقال ليه زيد قدام الكلب، وداه لبلاصه اليسا ولقاها مربوطه من يديها بالسلسله ديال الحديد وحدها منشار. بويديدا قال لفينيتسي ما تخافش غتحتاج هذا المنشار، وشعل الصمته اللي اليسا فوق منها، وملي فينيتسي كيشوف في الاخر ديال الصمته كيلقى الماكينه كطحن السيمه. ربي ربي ربي، على غفله بويديدا شاف كريس وضرب عليه القرطاس، ولكن كريس هرب وشوف على جريه. فينيتسي مشى كيجري باش يلقى شي طريقه يفك بها اليسا، اما بويديدا بقى تابع كريس وكيصرفقو بالقرطاس. فينيتسي بقى كيحاول يوقف الماكينه باي طريقه، ولكن كانت مجهده وكاع البطونات خاسرين. في نفس الوقت كريس هجم عليه وطيح ليه الفردي من يده، وقف قدامه وقال له باللي اليسا ما عندها حتى شي دخل في هذا الشيء وطلب منه يطلقها، ولكن بويديدا ما بغاش وقال له باللي راه محتاجه، وهجم على كريس وبجوج بيهم بقاو كيطاحنوا بعضياتهم. مضاربه كانت كحله، دقه من هنا ودقه من لهيه وجوج من لهيه، والقليل الصحه تبكي عليه بنته. اما فينيتسي شد المنشار وبقى يفكر يقطع يد اليسا. في ديك الوقيته بويديدا كان كيقول لكريس باللي راه ماشي فينيتسي اللي قتل مراته، هو غير كلفني بالمهمه وانا اللي قتلتها وكنت مستمتع بها. كريس طار ليه الفريخ وهجم عليه بكاع الجهد اللي عنده، ولكن بويديدا كان مجهد بزاف وقدر يصد كاع ضربات كريس وهجم عليه حتى هو. في نفس الوقت فينيتسي كان كيقلب على شي خيوط يقطعهم باش يوقف الماكينه، ولكن والو. ملي رجعوا لكريس كنشوفوه كيسيطر على الوضع وكيعطي الضربات صحاح لهاد الطول اللي قدامه، ولكن الراجل كان داير بحال الحيط وما متاثرش، وقدر يضرب كريس عاوتاني حتى عطاه دقه بيدو ديال الحديد تطيحوا للارض. وبدا كيحل ديك اليد وهو يقرب منه وقال ليه كانوا باغيين الجريمه تبان بحال الانتحار، وانا استمتعت بزاف ديك الجريمه، ولكن للاسف خسرت يدي، وعليها خاص فينيتسي يجرب يفقد داكشي اللي كيبغي باش يحس شنو حسيت انا. وفعلا فينيتسي خدا المنشار ومشى ليد اليسا، واليسا بقات كتغوت وكتقول ليه ولا. في نفس الوقت كريس كان مازال كيتضارب مع بوديدا وكان كياكل العصا اكثر ما يضرب، حتى عطاه جوج ركلات دقه واحده وطيحوا للارض وطلع كيجري عند بنته. وكنشوفوا ديك الساعه فينيتسي تراجع على فكره يقطع يد اليسا، ولكن قبل ما يوصل كريس بويديدا هجم عليه في الدوزيام ايطاج، وكريس قدر يثبتو وشد يديه الحديديه ويحاول يهرس ليه دراعه، ولكن المجنون دور يده وحيدها وجبد الموس وغرسوا الكريس في كرشو. كريس تصدم وقال شنو هاد الشيء وراه العذاب، وحاول يهرب ولكن بويديدا خلط عليه وبقاو كيتصارفوا في الدروج حتى وصلوا عند فينيتسي واليسا. تما كريس شاف بنته صافي غتطحن حيت الصمته قربت الماكينه، وفينيتسي ما عرف ما يدير. على غفله بين بويديدا من مور كريس وطعنوه في كرشو مره اخرى، ومشى عند فينيتسي وحط ليه الموس على عنقه وقال ليه قول اليسا شنو درتي وغنقول لك كيفاش توقف هاد الصمته. ديك الساعه فينيتسي قال ليه صافي غنعترف، وقال اليسا بلي هو اللي قتل امها حيت حاولت تاخذها وتهرب، وشرح ليها بلي هو اللي خلص هذا الراجل باش يقتلها، وقال ليه هاني اعترفت قول لي دابا كيفاش نوقف الماكينه. بويديدا قال ليه بلي ممكن يوقفها من السفلي ولكن اكيد ما غيلحقش. في هذه اللحظه كريس فكر السلسله ديال الالماس اللي لابسه اليسا وقال ليها تلوحها في الماكينه حيت صحيحه بزاف وما تقدرش تهرس. نيشان اليسا لحتها والماكينه تهرست وحبسات، ولكن هذا الشيء ما وقفش بويديدا الطاغي. مشى عند اليسا وكان غيقتلها، كريس هجم عليه بكاع الجهد اللي بقى فيه وبقى كيضرب فيه، ولكن داك الحمار الوحشي كان باغي يلوحو من السطح ديال الباطيمه. غير هو على العكس متوقع فينيتسي ترجل جر المنشار وضرب الراجل لعنقه. ديك الساعه بويديدا عنق فينيتسي ونقزوا بجوج بيهم من الفوق ديال الباطيمه وماتوا بجوج. اليسا مشات كتجري عند باها الحقيقي كريس باش تلحقو قبل ما يموت والشاشه كحالت. من بعد كنشوفوا اليسا شاده ورده وكتبكي قدام شي قبر وحطاتها فوقه، وبان كريس من موراها وكيحط ورده حتى هو على نفس القبر، وتما كنكتشفوا باللي هذاك القبر نتاع الام اليسا. كريس شد في يد بنته، وفي اخر مشهد كنشوفوا فينيتسي ميت بوحدو وبويديدا ما كانش حداه. الشيطان حتى في الموت غبر. وبحال هكا كيسال الفيلم ديالنا. الا عجبتكم القصه تابوناو وديروا جيم ووصلونا 100,000 لايك، وهذا الشيء مستحيل. وباي باي سلام.